السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا جميعا بخير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله هنحضر مع بعض صينية بطاطس بحشوة اللحمة المفرومة. طبعا كلنا عارفينها ومفيش غنى عنها. بس طبعا بما اننا داخلين على رمضان بقى وعزايم رمضان، فلازم نعمل الوصفة الجميلة دي. بجد كده حاجة فاخر من الاخر، هتشرفك قدام اي حد وفي اي عزومة كمان. ان شاء الله يا بنات هنحضرها مع بعض بتكات وخطوات حلوة قوي، هتخليها بجد تبهري كل ضيوفك بيها. تعالوا بينا نبدأ الفيديو ونشوف هنحضرها مع بعض ازاي. بس حابة اطلب منكم قبل ما نبدأ الفيديو، لو انت اول مرة بتشوفيني، نورتيني وشرفتيني واسعدني مرورك الجميل. ما تنسيش بقى تحطي لايك للفيديو ده فضلا منك وليس امرا، وتشتركي معايا في القناة لو لسه ما اشتركتيش. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ في المكونات وطريقة التحضير. في البداية يا بنات انا معايا هنا 2 كيلو من البطاطس. طبعا على حسب الصينية اللي انت عايزاها تعملي الكمية بتاعة البطاطس. اهم حاجة تكون حباية البطاطس اللي معاكي تكون كده صغيرة، ما تكونش كبيرة قوي. يعني كده حوالي تكون نص ايدك تقريبا، بالنظر كده ما تبقاش كبيرة قوي معاكي. هتبداي تقشري البطاطس وهتغسليها غسيل كويس جدا، وبعد كده هنبدا على طول نبدا ان احنا نقورها. بالمقوار بقى بتاعك العادي خالص هتبداي ان انت تقوريها كده. هنبدا الاول نحدد البطاطسيه من فوق بالشكل ده، وهتبداي بقى تقوريها بالراحه كده بالظبط زي ما هتقوري الكوسه او البتنجان، هتكون بالشكل ده. بس اهم حاجه نخلي بالنا ان هي ما تتكسرش معانا من تحت او تتفتح، علشان لما نحط الحشوه بتاعه اللحمه طبعا ما تنزلش منها، وتكون البطاطسيه كده شكلها في الاخر شيك كده وجميل. فابداي كده قوريها واعملي فيها تجويف كده من جوه، يعني يكون كده حجم كويس، علشان لما تحطي حشوة اللحمة يكون فيها كده مقدار كويس من الحشوة. وبتبدأي بقى تخلصي كل الكمية اللي معاكي بنفس الطريقة. طيب أهم حاجة إن التقوير بتاع البطاطس اللي بيخرج ده مش هنرميه ولا هنتخلص منه، احنا هنستخدمه دلوقتي، وهتشوفي دلوقتي هنستخدمه في ايه. هخلص بقى كل الكمية اللي معايا بنفس الطريقة، وبعد كده هاخد البطاطس بتاعتي دي اشطفها كده شطفة كويسة او شطفة سريعة. تمام كده يا بنات، عشان بيكون طبعا فيها نشويات من مكان ما كنا بنقورها وكده. بس كده يا بنات انا كده خلصت بقى كل الكمية اللي معايا. هبتدي بعد كده اخد بقى البطاطسية نفسها، وهبدأ ان انا اشيل كده جزء من تحت بالشكل ده، علشان لما نيجي نرصها في الصينيه او تحطيها في طبق التقديم يكون ليها كده قاعده، وما تبقاش نايمه او تبداي تحطيها وهي واقفه كده. التقوير بقى بتاع البطاطس اللي خرج معايا هبتدي اغطيه كده بالميه، علشان لما اجي استخدمه يبقى هو لسه معايا لونه فاتح كده، وما يسودش او يصفر مننا، يبقى لازم تغطيها بالميه لحد ما تيجي تستخدميه. بعد كده بقى هنجيب بقى طاسة وفيها زيت، ونبدأ ان احنا نشوح البطاطس بتاعتنا دي. طبعا احنا مش بنسويها ومش بنحمرها، احنا بنديلها كده يعني زي ما تقولي بنشمعها، علشان لما نيجي نسويها ما تتهرش مننا وتبقى زي البطاطس المسلوقة في الفرن. يبقى الخطوة دي مهمة جدا يا بنات، ان احنا نشمع البطاطساية كده، ونبدأ ان احنا نديلها كده تشويحة. مش مشكلة لو اخدت معاكي لون اصفر فاتح، هتخلي برضو لونها حلو قوي في الاخر. بس لازم من الخطوة دي، علشان لما تيجي تسويها ما تبقاش عامله زي المسلوقه معاكي وتتهرس بسرعه. تمام كده. هبتدي اقلي بقى كل البطاطس اللي معايا او اشمعها بنفس الطريقه دي. سهله وبسيطه يا بنات، وخطواتها جميله جدا، وبجد ما بتاخدش وقت خالص، حاجه كده هتشرفك في اي عزومه ان شاء الله تعمليها، وبجد هتعتمديها على طول. بس اعملي الخطوات دي مظبوطه وامشي عليها، هتطلع معاكي بجد اشيك واجمل صينيه بطاطس. هخلص بقى كل الكميه اللي معايا، وتعالوا بقى بعد كده نشوف الخطوات التانية. معايا كده طاسه على النار، هحط فيها معلقه من السمنه. دلوقتي انا هبدا ان انا اعصج اللحمه بتاعتي. طبعا عملت معاكم اللحمه قبل كده كتير، بس طبعا كل مره بتكون كده مميزه عن المره اللي قبلها. بجد يا بنات حاجه كده بجد اللهم بارك. هبتدي كده احط معلقه من السمنه، وهتبداي تحطي اللحمه اللي معاكي. انا كان معايا كميه لحمه نص كيلو تقريبا من اللحمه المفرومه. اول ما السمنه بتاعتي هتسخن هنبتدي نضيف اللحمه، وهنبتدي بعد كده نقلب فيها لحد ما تتشمع معانا. خطوه تشميع اللحمه دي يا بنات مش بس ان هي تخلي اللحمه تحبس السوائل جواها، ده بتشيل كمان اي زفاره موجوده في اللحمه. يبقى الخطوه دي مهمه جدا برضو. تبتدي بقى تقلبي اللحمه كده مره واثنين وثلاثه لحد ما كلها لونها يتغير، وتبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هكون بقى محضره معايا بعد كده بصل ومقطعاه ناعم جدا او مخرطاه صغير، يعني في حدود تقريبا 4 بصلات. بالنسبه للبصل يا بنات، لما بنزود البصل في اللحمه المفرومه او في تعصيج اللحمه المفرومه بجد بيخلي طعمها حلو قوي. يعني انا عن نفسي بحب البصل الكتير في اللحمه. هبتدي كده اضيف كميه البصل، وهبتدي اقلبها كده لحد ما البصل بتاعنا يبتدي ان هو يدبل معانا او يطرى شويه. المرحله اللي بعد كده هبتدي ازود البهارات. هضيف كده يا بنات نص معلقه من الكمون، نص معلقه من الفلفل الاسود، نص معلقه من البابريكا، ونص معلقه من الكزبره الجافه، ربع معلقه كده من الجنزبيل بيخلي طعم اللحمه جميل قوي. هنحط كمان ربع معلقه من القرفه الناعمه، وهنظبط الملح بتاعها. هبتدي اقلب بقى البهارات كده مع البصل واللحمه بالشكل ده. وبعد كده يا بنات هكون مجهزه معايا شويه كده من الفلفل الاخضر وشويه من الفلفل الاحمر، يعني في حدود كده من قرنين ل3 قرون من الفلفل، مقطعهم كده مكعبات صغيره. وطبعا الفلفل بنضيفه قبل، يعني بعد ما البصل بيبدا ان هو يستوي معانا، علشان لما الفلفل يستوي هو كمان يفضل كده محتفظ بلونه وما يتهريش مع التسويه. يبقى بضيفه كده بعد ما البصل واللحمه خلاص بيدخلوا خلاص على مرحله التسويه. هغطي عليها بقى واسيبها كده تقريبا يعني لمده 3 دقائق او 4 دقائق كده، يكون الفلفل بتاعنا استوى.
وفي نفس الوقت هيكون لسه بلونه ومحافظ على لونه. قبل ما اطفي عليها النار على طول هضيف كده معلقتين من الصلصه، وخلاص كده بسيبها دقيقه واحده وبعد كده هنطفي النار. عايزه اقول لكم بقى يا بنات، هنا عايزه اقول لكم الريحه بجد اللهم بارك تحفه جدا. يعني لو انتوا كده معايا بجد هتشموا كده روايح جميله جدا ما شاء الله. وكده خلاص اللحمه بتاعتي تعتبر جاهزه. يعني هي كده في نفس الوقت مفلفله وفي نفس الوقت جوسي، وتحسوا ان هي كده يعني طريه في نفسها، مش ناشفه قوي يا بنات. تحسوا ان هي كده ما شاء الله اللهم بارك حاجه كده في منتهى الجمال. تعالوا بقى نشوف الخطوه اللي بعد كده. هحضر الصلصه بتاعه البطاطس. في حله على النار هنحط كده فيها معلقه من السمنه، وهنضيف كمان شويه من الزيت، يعني من تقريبا 3 معالق ل 4 معالق من الزيت. ممكن تستخدمي الماده الدهنيه كلها زيت وممكن سمنه، طبعا على حسب ما انت عايزه. هبتدي كده احط السمنه وهسيبها لحد ما تسخن معايا، وبعد كده هننزل ببصلايه مقطعاها ناعم جدا، ومع البصلايه هنضيف ربع معلقه صغيره من الثوم المهروس. وهنبدا بعد كده نقلب الثوم مع البصل لحد ما يبدا ان هو يدبل معانا شويه. مش عايزينه ياخد لون، مجرد ان هو بس يبتدي ان هو يدبل معانا، وبكده هيكون جاهز. الخطوه اللي بعد كده هبتدي ازود البهارات بتاعتي، علشان انا عايزه البهارات تطلع الروائح الجميله كلها في المرحله دي. يبقى هنضيفها كده مع البصل والثوم واحنا بنشوحه. هضيف بقى معايا ربع معلقه من الكمون، وربع معلقه من الفلفل الاسود، ربع معلقه صغيره من الجنزبيل، وربع معلقه من البابريكا، وشويه من الملح على حسب ما هتظبطي الملح بتاعك. ابتدي بعد كده بقى اقلب البصل كده مع التوابل، مفيش دقيقتين كده ولا حاجه هتشمي بقى روائح التوابل بتاعتك الجميله دي. وبعد كده خلاص هتكون جاهزه معانا. هكون مجهزه معايا في الوقت ده كيلو من عصير الطماطم اللي متصفي. هبتدي كده انزل بيه على الثوم والبصل، وبعد كده يا بنات هنبتدي بقى نغطي عليها ونسيبها لحد ما الطماطم بتاعتنا تستوي. طيب الطماطم بتاعتنا احنا مش عايزينها تستوي تسويه كامله، او مش عايزينها تكون متسبكه قوي. احنا عايزينها كده تكون يعني في نفس الوقت قوامها متوسط، مش خفيفه ومش تقيله قوي. عايزينها كده تكون قوامها وسط شويه. اول ما الطماطم بتاعتنا هتبتدي كده تخرج الزيت بتاعها على الوش، بنسميها عندنا بالفلاحي اسمها نطرت اقدامها. اول ما بتلاقيها بالشكل ده على طول هي تكون استوت معانا. القوام بتاعها زي ما قلت لكم مش تقيل قوي مش خفيف، القوام كده يكون متوسط شويه بالشكل ده. هتبتدي بعد كده ترفعيه من على النار، وتعالوا بقى على طول نجهز البطاطس بتاعتنا او حشوه البطاطس. بعد كده يا بنات البطاطس بقى اللي احنا قورناها واخدنا التقوير بتاعها بالشكل ده، بعد ما غسلته وشطفته كويس وبعدين صفيته من الميه، هجيبه كده بقى في بوله وهبدا ان انا احط عليه 3 معالق كده من اللحمه المفرومه. تمام كده يا بنات. وبعد كده هنضيف عليه كده مغرفه كبيره من الصلصه اللي احنا جهزناها. وهنبتدي بقى نقلب بقى المكونات القمر دي مع بعضها. طبعا التوابل بتاعتنا موجوده في الصلصه وموجوده كمان في اللحمه. وده هيكون يا بنات فرش القاع بتاع الصينيه. عايزه اقول لكم ان بصراحه يعني القاع ده بيتاكل بجد قبل البطاطس نفسها. اللهم بارك. هيكون كده اخد بقى من طعم الصلصه وطعم اللحمه المفرومه، وكمان اخد بقى من طعم البطاطس نفسه. بجد اللهم بارك حاجه كده في منتهى الجمال. بعد كده بقى تحضري الصينيه اللي هتسوي فيها البطاطس، ايا كان بقى هي الومنيوم او بايركس او اي صينيه متاحه عندك. ابداي حطي كده بقى البطاطس اللي احنا حضرناها دي وافرشيها في قاع الصينيه وسويها بالشكل ده. دلوقتي يا بنات كل حاجه دلوقتي جاهزه معايا على الحشو على طول. البطاطس طبعا احنا محضرينها في البدايه خالص علشان تبرد معانا ونقدر ان احنا نمسكها بايدينا ونحشيها. هبتدي بعد كده اخد بقى البطاطسايه معلقه كده صغيره او بايدك ابداي ان انت احشيها. تمام كده. هتحطي بقى كميه كويسه من اللحمه جوه البطاطسايه، وابداي كده اضغطيها كويس، ويعني علشان تكون فيها كميه كويسه كده من اللحمه. طبعا ما نخافش بقى يا بنات ان البطاطسيه تفرقع مع التسويه ولا حاجه، لان هو مش رز. اللحمه طبعا ما بتزيدش في جوه الحشوه، هي لحمه. فابداي كده حطي حشوه كويسه واضغطيها كويس علشان كده البطاطسيه في الاخر يكون فيها كميه لحمه مناسبه. بس كده يا بنات بقى بخلص كل الكميه اللي معايا بنفس الطريقه. ممكن كمان زي ما قلت لكم نحشيها بايدينا، لو انت مش عارفه تحشي بالمعلقه كملي حشو بايدك عادي ومفيش اي مشاكل. تمام كده. هخلص بقى كل الكميه بنفس الطريقه، وتعالوا نشوف في الاخر برضو الخطوات اللي بعد كده. خلصت الصينيه بتاعتي بقى بالشكل ده ورصيتها كويس جدا. هنجيب بعد كده بقى الصلصه اللي احنا جهزناها، وهتبتدي بقى تغطي الصينيه بتاعتك بالشكل ده. دلوقتي بقى لو انتوا حابين البطاطس بتاعتكم كده تكون جوسي كده وفيها صلصه كتير او فيها الصوص بتاعها كتير، هتبداي تحطي كل كميه الطماطم او الصلصه اللي احنا مجهزينها. اما لو انت حباها ناشفه كده هتكتفي كده بثلاث اربع مغارف كده بس من الصلصه، وبعد كده خلاص. بورق فويل بعد كده يا بنات هنبدا ان احنا نغطيها كويس علشان طبعا تستوي معانا بسرعه، وفي نفس الوقت كمان تحبس بقى كل البخار بتاعها جواها كده، وكل طعم التوابل يكون كده محتفظ في صينيه البطاطس وتتشرب كده من الطعم الجميل بتاعها. هحطها بقى في الفرن بتاعي دلوقتي في الرف الاوسط. ممكن تقعد تقريبا من 25 دقيقه ل 30 دقيقه على الرف الاوسط، وبعد كده بنفتح الشوايه تاخد لون، وبعد كده تخرجيها وتقدميها بالف هنا وعافيه. بجد يا بنات اللهم بارك الريحه والشكل والطعم مش قادره اوصفه لكم.
جربوا الطريقه يا بنات بنفس الطريقه وبنفس الخطوات، هتطلع معاكم بجد جميله قوي. يعني بجد هتبهري الكل اللي هياكل منها، هتبهريه بالطعم بتاعها. حضرت معايا يا بنات رز بشعريه، وطبعا لو انت هتعمليها بقى في رمضان مع عزايم رمضان مش هتكون لوحدها، هتكون جنب اصناف كتيره جدا. تعالوا بقى مع بعض كده نخرج بقى البطاطس بتاعتنا كده، كل بطاطسايه اللهم بارك كده اخده شكل لوحدها كده، يعني مش مهريه ومش كمان متبهدله مننا، لا كل بطاطسايه كده لوحدها. وبجد اللهم بارك شكلها بجد تحفه قوي. قدموها يا بنات بألف هنا وعافية، وربنا يحسن ما بين ايديكم، وكل سنة وحضراتكم طيبين. وبكده يا بنات الفيديو بيكون خلص، اتمنى يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا من الطريقة. لو وصلتي بقى معايا لحد هنا في الفيديو اول مرة بتشوفيني، حطي لايك للفيديو ده فضلا منك وليس امرا، واشتركي معايا في القناة لو لسه مشتركتيش. وبشكر الجميلة اللي كملت معايا الفيديو للنهاية. ان شاء الله يا بنات اشوفكم على خير في فيديوهات تانية كتير، اسيبكم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.